أبو ثاقب يا سيد، أبو ثاقب معك يا زعيم. أكلم عبد الملك. طيب الآن نعم. مساء الخير. إن أكثر من ربع ساعة وإحنا منتظرين التحويلة حقك من أبو لعندك. الله أيام الحروب بس تعمل لي أنت الرنة. كيف الحال؟ الحمد لله، مساء النور. إيش هذا الخطاب ما توفقتوش فيه يا سيد عبد الملك؟ 50 هذا عبارة عن الآن بتدفعونها 50. أنا كنت أطلب ملايين الدولارات بليارات تفعل مؤتمر المانحين تفعل كذا. إذا واحد يطلب بشرف. وأنت تستكثر علينا 50 الذي نطلبها من أجل دعم الجبهات، من أجل المبالغ الذي سحبناها من البنك المركزي الذي وصلت لصعدة. ما نريد نصرف منها شيء. أين هي؟ نريد أن يكافح الشعب. لحظة. 5 مليار دولار كانت في حق البنك. 6 مليار دولار من إيران. أين الذهاب حق علي محسن؟ أين السرقة اللي ذهبتوها؟ أنتم قلتوا 50% حقي وهذا ما اتفقنا عليه. أين نصيبي؟ نحن لا نحاسبك مدى حكمك في 35 عام وأنت تنهب وتسرق وتعمل ما تشاء. فعندما رأيتنا في 2 أو في عام و8 أشهر أو في عامين تريد أن تستكثر علينا 50 أو 5 مليار الدولار الذي أخذناها من أجل نفقاتنا الخاصة. النفقات كلها أنتم قرحتوا الضمار حقي، الصواريخ اللي كنت أبيعها للقرن الأفريقي والسلاح. هذا ضرب يحاسبوني. لما حاسبك على 63 مليار دولار ولم نقول لك لنقتسمها. هذا موضوع عليك أن تعرف يا زعيم بأن لدينا جبهات مشتعلة، بأن لدينا جرحى، بأن لدينا شهداء. نصرف في احتفالية الشهداء مليارات وملايين أيضا. طيب ليش ما تصرفوا من المليارات الموجودة معاكم؟ اصرفوا. أما أنا هي حقي مش كايتي. أنتوا الذي جيتوا من أمس. لماذا لا تصرفون؟ أو تريد تستعطف الناس؟ أنت فعلت احتفالات ونهبت 35 سنة وأنت تنهب وتسرق ولم نحاسبك عن ذلك. فعندما دخلنا صنعاء ووصلنا إلى الحكومة تريد أن تحاسبنا، وأنت من كان سيحاسبك آنذاك؟ أيوة. الحين اسمع، بالنسبة اللجنة الثورية احنا اتفقنا وشكلنا مجلس رئاسي وقلنا حل اللجنة الثورية. اللجنة الثورية لا زالت تمارس عملها. محمد علي هذا وضبط محمد علي الحوثي لا زال يصدر قرارات. ما هذا اتفقنا، ما اتفقناش عليه يا عبد الملك. أنت عندما اتفقنا على إلغاء اللجنة الثورية، نعم، فقلت ذلك سنلغي اللجنة الثورية وسنؤسس مجلس رئاسي كما تكلمنا وكما اتفقنا عليه. وقلت أنه سوف يكون إجماع دولي بالاعتراف بالمجلس السياسي كشرعية داخل اليمن، ولكن لم يكن ذلك. لا، معك فلم يعترف بنا إلا الحارس الشخصي للسفير الروسي، ثم بعدها سحب اعترافه. يعني بدأت تتلف وأنا أقلب عليكم. عليك أن تعرف أن موجودين في جميع مؤسسات الدولة وأنه لا يعد لك شيء. فعليك أن تفي بوعودك وبما اتفقنا عليه، وإلا سوف يكون مصيرك غير ما يكون ذلك. أعوذ بالله. أتواصل بقواعد المؤتمر ونقلب عليكم. يعني قد أنتم خلاص بتهددوني؟ قواعد المؤتمر لا يمكن يكون شيء. قواعد المؤتمر أنت تعرف أن المؤتمر الشعبي الآن أصبح نصفين. أنا ما ليس من ضعف. أنا اعتذرت في بس الخطبة حق الحاج لأنه ما كناش دارين إحنا نبث من كربلاء، هو اعتذر وليس من ضعف. أنا بقى أريد أن نختلف لأني أشوف الإصلاحيين بقى يتشافوا فينا. بدأت أصبر وسنقدم التنازل وسنتنازل عن المؤتمر الشعبي العام لأني لا أريد أشق الصف. لكن خلاص يلا الله يعينكم. في أمان. أعطيناك فرصة، أعطيناك فرصة. مع السلامة. اسمع، الحين ما لقيت حتى عبد ربه بيهسس.
قال لك حيفتح الاسرار، اذا بيننا مراسلات او كذا احذفوها، ربما عبد ربه يخرج الاسرار. مع السلامه. مع السلامه.